الأستاذ المحترم اللي بيرن على الناس سواء الصبح سواء بالليل سواء في أي وقت، ويقول لك مثلا أستاذ فلان موجود، تقولي له لأ. كملي الفيديو معايا الآخر، اعملوا متابعة للقناة ودوسوا لايك، ربنا يكبر بخاطرك، يلا تعمل متابعة للقناة. حضرتك انت لما بترن وتقولي مثلا عايز الأستاذ مثلا محمود حسين، انا حضرتك مثلا انا ما اعرفش حد اسمه محمود حسين، ولا حتى قريبي لا من بعيد ولا من قريب، ولا حتى في جيران في اسمه محمود حسين. فانا حضرتك بقول لك لا، النمرة غلط. المفروض حضرتك ذوقيا وأدبا وتربية ودينا تقول خلاص ماشي مثلا، معلش أنا آسف، خلاص ماشي. ما تقولش يا عم أنا آسف، اقفل يا عم وامشي، شوف أنت رايح فين. أنا مش المفروض أعمل حظر للأرقام الغريبة عشان أنا عندي ولاد وعندي جوزي وعندي أهلي وعندي، يمكن جوزي تليفونه فاصل مثلا منه بيرن عليا من أي حد مثلا بيقول لي على حاجة، يمكن حد من عيالي بيروحوا دروس بيروحوا مدارس بيروحوا المدرسين بيرنوا عليا في حاجة، في حد عايز يقول حاجة، في حد من أهلي من إخواتي تليفونها فاصل عايز ترن عليا تقول لي إنها رايحة مشوار، من أي تليفون غريب، حد من قرايبي غير رقمه وعايز يعرفه لي. مش المفروض مثلا عشان حد يطلع لي مثلا حالا يقول لي ما تعملي حظر الأرقام الغريبة؟ ما أقدرش أعمل كده لأن أنا عندي معارف وعندي دايرة ناس، ما أقدرش إن أنا أعمل حاجة زي كده يبقى الطرف التاني مش عارف يوصل لي وانا قاعده طبعا فاكره كده ان انا كده، لا. انت حضرتك انت المفروض تبقى عارف الادب وعارف، مش مثلا تقول لي الاستاذ محمود موجود اقول لك لا حضرتك الرقم غلط، تقعد بقى تقول لي امال ده رقم مين؟ انت مالك رقم مين؟ انت مالك؟ في مشاكل يعني انت عايز تعرف ليه؟ هو انت حضرتك بتتصل على ايه؟ انت حضرتك بتتصل على تليفوني على فكره، حضرتك بتتصل مثلا على سجل مدني، المفروض ان انا اديك رقم بطاقتي واديك رقم تليفوني واديك تاريخ ميلادي عشان حضرتك تبقى طبعا مبسوط. ده رقم مين؟ طب ما تعرفيش حد؟ لا ما اعرفش حد. ومش يعني انا مش عارفه والله ايه كميه السآلة والبرود اللي انتوا فيها دي؟ يعني ايه كميه السآلة دي؟ انت بتستظرف؟ يعني انت بتستظرف ولا ده ايه؟ وعايزه اقول لكم ان لحد دلوقتي في ناس تليفوناتها ما بتعملش حظر للتليفون، فمعنى مثلا ان هو استظرف مره وهي فتحت عليه بقى ان هو رقم غريب، فاضطرت مثلا انها تعمل حظر، فتليفونها ما بيعملش حظر، معاها تليفون قديم ما معهاش انها تجيب تليفون جديد. يفضل هو بقى ايه، يسخف بقى، يرن الصبح وبالليل والعصر والظهر والمغرب والعشاء بحيث ان طول النهار التليفون على ذمة حضرتك. تقول له شويه، بكره هتبقى عندك عندك ام وعندك اخوات، وبكره هيبقى عندك زوج وهيبقى عندك ولاد. تقول له شويه، ما ينفعش كده. مش حتى كل شويه الاقي حد مثلا بيرن استاذ فلان، في يعني هنقول برضو الحلو والوحش، في ناس محترمه بتقفل على طول وفي ناس قليله الادب يا جماعه.